السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نتكلم في موضوع، هو موضوع سهل وبسيط لأنه بيتعلق بالكورة. والكورة زي ما احنا عارفين المفروض إن هي وسيلة تسلية، وإن أنت تبقى كويس ومبسوط وتقضي وقت لطيف. أنت مثلا واحد بتشجع الأهلي مثلا، يعني زي كده، وواحد تاني بتشجع الزمالك مثلا برضو. بتقابلوا بعض في الشغل كل يوم على القهوة، تجمع عائلي ظريف مثلا، حاجه زي كده يعني. يوم الاهلي يكسب، فحضرتك تقوم ببساطه تتريق عليه وتحفل عليه، ما فيهاش حاجه، طبعا بشكل مؤدب يعني. اليوم اللي بعده الزمالك اللي هيكسب، فالزمالك كذلك هيبقى يوم لطيف بالنسبه له ويفرح، لان جزء كبير من الفرحه او الحزن مرتبط اصلا باشخاص من المعسكر التاني. من المعسكر ايه التاني؟ بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني افرض مثلا انا عايش دلوقتي في محافظه مثلا كلها بتشجع الاهلي، كلها، خلاص. وبعد ما كلها بتشجع الاهلي راح الاهلي جه في ماتش كسب الزمالك 6-1، خلاص. وفرحنا وهيصنا وهي وبتاع، وكل اصحابنا فرحانين ومبروك وبتاع. فين المتعه؟ مفيش متعه. المتعه بتتحقق امتى بقى؟ لما اجي تاني يوم الشغل او القهوه او التجمع العائلي واتريق بقى واستناه على احر من الجمر وهو يغيب من الشغل. الجو ده هو جو الكوره. يعني انا النهارده رحت كاسب بيراميدز 10-0، خلاص. كسبت بيراميدز 10-0. انا استفدت ايه كمشجع؟ ما استفدتش اي حاجه خالص. استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه. ايه اللي استفدته يعني؟ تاني يوم اروح الشغل، والله يا جماعه في حد بيشجع بيراميدز؟ لا، ما فيش والله. طب انا استفدت ايه؟ ما استفدتش اي حاجه خالص. خلاص. يبقى انا من مصلحتي لا ان في زمالك وفي اهلي وفي مصري وفي اسماعيلي وفي اتحاد، اي نادي فيه جمهور. هو ده المتعه في اي دوله في العالم. بدليل ان اي ناديين من نفس المدينه بره مصر بيبقى اسمه ديربي. ايه اهميه الديربي؟ يعني ممكن مثلا مشجع ليفربول مثلا يعني يبقى ماتش ايفرتون بالنسبه له انه يكسبه وبنتيجه تقيله اهم من ماتش مع ارسنال مثلا، او اهم من ماتش مع تشيلسي مثلا. خلاص، طبعا ما لم يكن يعني هينافس على بطوله او حاجه زي كده. لكن نفترض الماتش عادي زي بثلاث نقط وثلاث نقط، لا، اكسب ايفرتون احسن بكتير قوي من ان انا اكسب ارسنال. رغم ان ارسنال وتشيلسي المفروض اقوى بكتير من ايفرتون، بس مش مشكله. المشكله ان هم في نفس البلد. انا كطالب في المدرسه لما ارجع تاني يوم الفصل انا اللي باقي الكلمه وانا اللي حفل، مش حد هو اللي يحفل عليا. ده في كل العالم عادي يعني. وبيقعدوا جنب بعض في الاستاد، وتلاقي البيت الواحد فيه طفل بيشجع ايفرتون وطفل تاني بيشجع ليفربول، عادي يعني، مش قصه يعني. الموضوع مش كبير. فالنقطة الأساسية اللي عايزين نركز عليها إن الأهلاوية والزملكاوية وأي جمهور في مصر هو ده الكورة. ومن غيره مفيش طعم. من غيره ما كنتش هفكر أشجع كورة. أنا لو في بلد فيها فرقة واحدة بس بتكسب على طول مش هشجعها. هشجعها ليه يعني؟ إيه اللي هيخليني أشجع الأهلي أو أشجع الزمالك لو أنا فرقة لوحدي؟ لا، أنا عايز ألعب قدام فرق كتير. يا رب كل ماتش فرقة بجمهور زي ما كان زمان، يعني مش عايزين نتكلم يعني. وبعد ما الاقي كل فرقه بجمهورها خلاص بقى اروح اسكندريه، اروح بورسعيد، هم يقلسوا عليا واقلس عليهم ونتريق على بعض ونحفل على بعض، سميها زي ما تسميها يعني، عادي يعني، ما فيهاش حاجه. يبقى النقطه الاساسيه اللي عايزين نتكلم عنها في الكوره ان الجمهور هو اهم حاجه فيها. وانا كاهلاوي انا كزملكاوي مش بتمنى زوال اللي قدامي، لا، انا عايزهم يبقوا كتير وعايز اشوفهم في كل حته. يعني انا عايز اشوف زملكاويه في كل مكان اروحه. مش من مصلحتي ان كل البلد تبقى اهلاويه، لا، انا عايز النص اهلاوي مثلا والنص زملكاوي، بحيث لما اكسب حد يسندني وانا بحفل، وبحيث لما اخسر الاقي حد يحفل عليا. وده بيخليني بقى استنى الماتش اللي بعده ان انا ازاي انتقم. يبقى ده اول فيديو في سلسله الفيديوهات المتعلقه بالكوره. مش هتكلم في تحليل ماتش بعينه، لكن نظره كده من بعيد على قضايا سقف الكوره في مصر او من بره ايه مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.